السلام عليكم. في الفيديو اللي فات دويت لكم على شنو كان مكتوب في اللافته. نعم، في اللافته اللي طارت الانتباه ديالي ملي كنت جالس في القهوه، ودابا غادي نعرفوا جميعا شنو كان فيها. اذا على بركه الله. ولكن قبل ما نكملوا، الا ما شفتيش الفيديو السابق اللي فات تفرج فيه، هو الاول باش تفهم القصه مزيان. كيف ما قلت لكم، غير هزيت داك الكاس باش نشرب واحد الكيكه ومع طاحت عيني في اللائحه اللي هي اللافته اللي كانت مجروره. في نفس اللحظه جات عندي واحد السيده مسكينه كتبيع داكشي ديال العطور، وعرضت عليا واحد الريحه زوينه بزاف. يا سلام، قالت لي بانها دايره براند عطور خاص بها وبغات تروج ليه، وعلى ما عقلت مسمياه عبق الزهور على ما كنتذكر. الصراحه سميه غزاله بزاف. في ديك اللحظه بالذات طاحت عليا واحد الفكره جهنميه في دماغي. قلت مع راسي هذه فرصه جابها الله، علاش ما نديرش حتى انا البراند ديالي. هاد الفكره كانت في بالي شحال هذا، ولكن ما زعمتش نطبقها نهائيا. كثرة التسويف والتأجيل، وحتى جاب الله هاد السيدة بين يدي وتشاركت أنا وياها في هذا المشروع. طرحت عليها الفكرة وفي البلاصة وافقت، لأن الحمل كان عليها ثقيل بزاف بوحدها. يد وحدة كما كيقولوا ما كتصفقش، وعجباتها الفكرة بزاف طبعا. وها هو كيبان لكم هنايا البرودوي في الشاشة ديال في هاد القنيات. شوفوا الديزاين كيف داير، يا سلام واعر. داكشي معتبر بمعنى الكلمة، واللي خاصة شي حاجة ولا باغي يجرب ويكون أنيق قدام الناس ويتعطر ويتفوح مع راسو، يتواصل معايا. راه كنبيعو هادشي بثمن مناسب ان شاء الله، نعطيوه ليك وانت مرتاح. وباش نكبروا هاد البراند ان شاء الله جميعا. المهم غادي نسالي الفيديو هنا حنتي ولا طويل كما العاده. الفيديو الجاي ان شاء الله وغنكملوا شنو كان مكتوب في اللافته، راه مهم جدا ومهم بزاف. غادي نطرقوا للموضوع في اي لحظه ان شاء الله.